بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، شباب تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وأنتم طيبين. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده إن شاء الله هناخد مع بعض الجرامر الخاص بيونت 1 بالكامل. هو جرامر سهل جدا وبسيط وما فيهوش أي حاجة. طيب خلينا نقول بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ بدون تطويل. طيب عايزين نشوف كده الجرامر الخاص بيونت 1 بيتكلم عن إيه. أول حاجة عندنا هي البريبوزيشنز. prepositions يعني حروف الجر، واكيد من العنوان كده عرفت ان هي حاجه سهله وبسيطه وخدناها كتير قبل كده. يعني حاجه كده تعتبر زي تسخين، فحاجه بسيطه جدا. خلينا نبدا مع بعض كده. طيب خلينا ناخد مراجعه خفيفه كده. طيب شايفين الصوره دي؟ خلينا ناخد كلمه كلمه فيها ونشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجه ان. ان طبعا كلنا عارفين ان معناها في او داخل. زي ما اقول لك مثلا، زي ما انت شايف في الصوره، the ball is in the box. the ball is in the box. الكوره داخل الصندوق. الكوره في الصندوق او داخل الصندوق. the ball is in the box. طيب تاني حاجه هنقول on. on يعني على او فوق. زي ما اقول the ball is on the box. the ball is on the box. برضو الكوره على الصندوق. او ممكن اقول the clock is on the wall. the clock is on the wall. الساعه على الحائط. طيب حلو جدا. طيب بعد كده عندنا next to. next to. next to يعني بجانب. next to يعني بجانب. برضو نفس الجمله. the ball is next to the box. the ball is next to the box. في كتير منكم بيتلخبط ما بين next to و near. ايه الفرق ما بينهم؟ طب ما near معناها بقرب من او قريب من، و next to معناها بجانب. الاتنين قريبين من بعض، ينفع اقول دي او دي. خليني اقول لك الفرق ما بينهم. زي ما انت شايف كده، next to الحاجه بتبقى ملامسه للحاجه التانيه. يعني مثلا لما اقول لك the chair is next to the table، يعني الكرسي بجانب الترابيزه او الطاوله. معنى هنا المستمع هيفهم من كلامي ان الكرسي لازق في الترابيزه. هيفهم من كلامي ان الكرسي ايه؟ لازق في الترابيزه، ملامس ليها. طيب لو قلت لك the chair is near the table. the chair is near the table معنى هنا ان هو قريب منها ولكن مش ملامس للترابيزه. فده الفرق بين next to و near. طيب حلو جدا. عندنا ايه تاني؟ عندنا under. under يعني تحت. زي ما اقول لك برضو the ball is under the box. the ball is under the box. الكوره تحت الصندوق. وبعد كده في in front of برضو اللي هي معناها أمام. the ball is in front of the box. the ball is in front of the box. حلو جدا، ممتاز. وبرضو في عندنا behind. behind اللي هي معناها خلف. behind معناها خلف. يعني ايه؟ برضو ما اقول لك the ball is behind the box. the ball is behind the box. خد بالك في كل حاجه او كل prepositions او حرف جر استخدمناه قلت the ball وبعديها is. ما ينفعش اقول the ball بدون is. ما ينفعش اقول كده ابدا. اوكي، فلازم اقول the ball وبعد كده is وبعد كده اشوف المكان، اكمل المكان. عندنا برضو between يعني بين. طبعا عارفينها وخدناها كتير قبل كده. وفي above يعني فوق. the ball is above the box. the ball is above the box. الكورة فوق الصندوق. تمام، حلو جدا. واخر حاجة معانا هنا on the corner. on the corner يعني في الزاوية او في الركن او على الناصية مثلا. وخلي بالك استخدمنا هنا on. يعني ممكن تجي لك اختيارات تلخبطك، يقول لك at in. هي اسمها on the corner. on the corner. طيب حلو جدا. كده خدنا بعض البريبوزيشنز او بعض حروف الجر المتعلقه بالمكان وراجعنا عليهم سريعا. طبعا دي حاجات بسيطه كنا واخدينها السنين اللي فاتت. طيب خليني كده اقول لك على حروف الجر المتعلقه بالبليس او المكان. في عندنا عشان نحدد المكان او نوصف المكان عندنا 3 حروف جر ممكن نستخدمهم، اللي هم in وon وات. نركز مع بعض كده. in وon وات. لو بدأنا كده من in، بستخدمها مع ايه يا مستر؟ طيب ان دي بستخدمها مع الحاجات الكبيره. احنا دلوقتي خد بالك بنتكلم عن المكان. فان هنا بستخدمها مع الحاجات الكبيره. حاجات كبيره زي ايه؟ يعني القارات، يعني الدول، البلدان، العواصم، المقاطعات، الاحياء. لحد كده يعني شوف بدأنا من ايه؟ القارات. يعني بقول لك ايه؟ in Asia في اسيا، في قاره اسيا. او in Africa في قاره افريقيا. يبقى كده استخدمنا in مع القارات، مع البلدان او الدول. لما اقول لك مثلا ايه؟ in Egypt في مصر، او in Cairo في القاهره. تمام. my friend lives in Paris. my friend lives in Paris. صاحبي عايش فين؟ في باريس. استخدمت هنا ايه؟ استخدمت هنا in لان احنا بنتكلم عن ايه؟ عن بلد. وزي ما قلت لك المقاطعات او الولايات او الدول طبعا والاحياء. اوكي، ممكن اقول ان معادي. يبقى هنا ان مع الحاجات الكبيره. طيب نخش على اون بقى الحاجات الاصغر شويه. يعني ايه الحاجات الاصغر شويه؟ زي مثلا احنا قلنا في ان بنستخدم مع الاماكن الكبيره
on بقى مع الroad اللي هو الطريق، مع الstreet اللي هو الشارع، ممكن مع ايه الطابق او الدور زي الفلور، اقول لك مثلا on fifth floor، on fifth floor يعني في الدور الخامس. جميل جدا جدا. كل دي حاجات بقدر استخدمها مع on في المكان او في الplaces. يبقى كده حبايب قلبي زي ما قلنا ان بنستخدمها مع الحاجات او الاماكن الكبيره زي مثلا قارات او دول او بلدان او محافظات او مقاطعات او مناطق او احياء. طيب وان بنستخدمها مع طرق او شوارع او مع طوابق زي ما قلنا مثلا دور الكذا. طيب اللي بعد كده عندنا ات، وطبعا من غير ما اقول لك انت استنتجت ان انا بستخدم ات مع ايه، مع حاجه more specific او اكتر تحديدا. يعني بما ان دي بنستخدمها اللي هي ان بنستخدمها مع الاماكن الكبيره وان مع الاماكن الاصغر، فاذا ات مع حاجات محدده. بقول لك ات لوكيشن في الموقع، او ات واقول لك رقم المنزل او رقم البيت، ات كذا مثلا بيت رقم كذا. يبقى ات مور سبيسيفيك او سبيسيفيك محدده جدا. يبقى ات هنا محدده جدا. يبقى ان اون ات، ان مع حاجات او اماكن كبيره، اون مع حاجات اصغر شويه او اماكن اصغر شويه، وات مع حاجات محدده بالتفصيل زي ما اقول لك ات لوكيشن زي ما قلت لك من شويه، او ات ورقم المنزل. حلو جدا جدا. كده خدنا ان وان وات مع الاماكن. ندخل بقى على صميم درسنا واللي هو ان وان وات مع times، مع ايه؟ مع الوقت. طيب امتى بقدر استخدم ان، وامتى بقدر استخدم on، وامتى بقدر استخدم at مع الوقت؟ طيب ركز معايا بقى. زي ما احنا خدنا من شويه ان وان وات بنستخدمهم ازاي مع الاماكن او البليسز، فبرضه ان وان وات بنفس المبدا هنستخدمهم مع الوقت. ازاي يا مستر؟ مش فاهم. يعني احنا قلنا ان مع الاماكن الكبيره او القارات او المحافظات او البلدان، وان اصغر شويه زي الطرق والشوارع، وات مع مثلا موقع محدد او رقم منزل. برضه نفس الكلام مع ان وان وات في الوقت. طب ازاي؟ اديك مثال. زي ما اقول لك ان بستخدمها مع قرن. قرن يعني اللي هي قرن طبعا زي ما انتم عارفين اللي هو 100 سنه. طيب بستخدمها مع ايه تاني؟ مع السنين. اقول لك مثلا in 1999 في سنه 1999 in 1999. حلو. بستخدمها مع ايه تاني؟ زي ما قلت لك القرون، يعني زي ما اجي اقول لك in the 19th century في القرن التاسع عشر، او in the 1999 في سنه 1999. بستخدمها مع القرون ومع السنوات وممكن مع المواسم. لما اقول لك مثلا in winter في الشتاء، او in summer في الصيف، ومع الشهور. يبقى كده ما استخدمناها برضو مع الوقت مع الايه الحاجات الكبيره او الازمنه الكبيره. يعني برضو اربطها ان هي مع المكان مع الاماكن الكبيره، وفي الازمنه مع برضو الازمنه الكبيره زي ما قلنا قرون اللي هي 100 سنه طبعا القرن انتوا عارفينه، والسنين او السنوات، والمواسم اللي هي شتاء صيف خريف ربيع، ومع الشهور. لما اقول لك مثلا in January، in January في يناير. تمام. حلو جدا. خد بالك برضو بستخدم in with parts of the day، يعني مع اجزاء او اوقات معينه في اليوم. زي ايه؟ زي ما اقول لك in the morning، in the evening، in the afternoon في الايه؟ في الصبح او في ظهر او بالليل. حطيت هنا in يعني بستخدمها مع اوقات في اجزاء معينه في اليوم. طيب بستخدمها مع ايه تاني؟ مع بعض التعبيرات زي ما اجي اقول لك مثلا in 10 minutes في خلال 10 دقائق، او in 3 weeks في خلال 3 اسابيع. in هنا معناها في خلال، يبقى هنا استخدمت in معناها في خلال زي ما قلت لك in مثلا 10 minutes. اوكي. طيب يا شباب حلو جدا ممتاز لحد كده. طيب ندخل على on ونشوف بنستخدمها في ايه. وزي ما اتفقنا كل ما ندخل من in ل on الموضوع بيضيق اكتر. يعني احنا كده كنا وصلنا لحد الشهور. طيب on بستخدمها مع ايه؟ مع الايام. on بستخدمها مع الايام. يعني لما اجي اقول لك ايه مثلا on Friday يوم الجمعه، on Sunday، او اقول لك تاريخ محدد on ايه؟ on the 1st of March، on the 1st of March يعني ايه؟ يوم 1 مارس. هنا يوم محدد. طيب بستخدم on مع ايه تاني؟ بستخدمها مع special days او يعني ايام مميزه، او occasions او مناسبات. زي ما اقول لك مثلا on my birthday، on my birthday، وركز هنا في كلمه day. طيب او اقول لك مثلا on Christmas day، on Christmas day. طيب زي ما قلت لك ركز هنا في كلمه day عشان هنرجع للنقطه دي كمان شويه. طيب بستخدمها مع some phrases او بعض التعبيرات او بعض العبارات. زي ايه طيب؟ زي ما اقول لك on time، on time يعني في الوقت المظبوط، او on holiday في يوم الاجازه. طيب او on duty يعني ايه؟ اثناء او في يوم الخدمه او العمل. يبقى كده قلنا بنستخدم on مع الايام او التواريخ، يبقى يوم محدد او تاريخ محدد، مع المناسبات لما يكون كلمه day موجوده، ومع بعض العبارات زي ما قلنا on holiday، on time، on a sunny summer day، on duty. كل دي بنستخدم معاها on. طيب كده يبقى فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا at. وزي ما قلنا من شويه كل ما بننتقل من in ل on ل at كل ما نبقى اكثر
تحديدا. طيب ايه اللي بعد الايام؟ زي ما انت عارف اللي هي الساعات، يبقى ات بنستخدمها اول حاجه مع الساعات. ات بستخدمها مع ايه؟ مع الساعات. اقول لك مثلا I wake up every day at 9 o'clock، بصحى كل يوم الساعه 9، استخدمت هنا at. طيب حلو جدا، بستخدمها مع ايه تاني؟ بستخدمها مع names of meal times. names of meal times يعني اسماء الوجبات. لما اقول لك مثلا at breakfast, at dinner, at lunch. I meet my friend at dinner. تمام، استخدمنا قبل اسماء الوجبات at كذا، at وبعديها اسم الوجبه. at وبعديها اسم الوجبه. حلو جدا. من استخدامات at برضو ان احنا بنستخدمها لما نيجي نتكلم عن عمر شخص كنقطه زمنيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي اقول لك مثلا at the age of 22 I learned how to speak Japanese. لما كنت او عند عمر 22 سنه انا اتعلمت ازاي اتكلم ياباني. at the age of 22 لما كنت 22 او عند عمر 22 I learned how to speak Japanese. اتعلمت ازاي اتكلم ياباني. خد بالك برضو هنا بستخدمها مع الاجازات الرسميه او الاعياد زي ما استخدمناها مع on. طب ايه الفرق يا مستر؟ زي ما قلت لك من شويه، ركز معايا في الحته دي. on بيجي معاها day. لما تلاقي في العيد او المناسبه او اي حاجه كلمه day هتاخد on. طب ما لقيتش يبقى at، وهما الاثنين صح. تمام. يعني مثلا لما اجي اقول لك at Christmas، تمام، هنا خدت ايه؟ at. طب on Christmas day، on Christmas day هنا حطيت on ليه؟ عشان كلمه day. تمام. طيب my birthday حط ايه؟ حط on عشان كلمه day. فما تلاقي كلمه day هيبقى on. ما لقيتش day ولقيت في الاختيارات at يبقى هي at اللي صح. بستخدمها برضو مع بعض العبارات زي at the moment يعني في اللحظة دي، أو at noon في الظهر، أو at dawn في الفجر، أو at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. برضو بستخدمها مع at night اللي هو في الليل، at midnight في وسط الليل أو منتصف الليل، أو at midday في منتصف اليوم، أو at lunch time. at lunch time كل ده استخدامات at. يبقى كده اتعلمنا ان بنستخدمها مع ايه، وقلنا في الاماكن بنستخدمها امتى، ومع الوقت بنستخدمها امتى، واون برضو قلنا بنستخدمها في الاماكن امتى ومع الوقت امتى، وات عرفنا برضو بنستخدمها مع الوقت امتى وفي الاماكن امتى. طيب يا شباب احنا كده عارفين ان حروف الجر او البريبوزيشنز سهله جدا. تعال نحل عليها كام سؤال كده عشان تطبق. وطبعا مش محتاج اقول لك لو ما ذاكرتش كويس قبل ما تبدا تحل، راجع الفيديو مره واثنين وثلاثه علشان كل حاجه تثبت في دماغك واحنا بنحل. طيب خلينا نبدا ايه first question او اول سؤال معانا. انا هديك سبيس كده او مسافه وعايزك تكمل بالبريبوزيشن المناسب او حرف الجر المناسب. لو جيت قلت لك her birthday، her birthday عيد ميلادها is سبيس او نقط the second of March. عيد ميلادها her birthday is نقط the second of March. عيد ميلادها 2 مارس. طيب هنا هستخدم ايه في البريبوزيشنز اللي خدناها؟ احنا خدنا ايه؟ خدنا in و on و at. ايه هنا اللي ينفع مع الايام؟ احنا قلنا مع الايام بنستخدم ايه؟ بنستخدم on طبعا. يبقى هتبقى الجمله her birthday is on the 2nd of March. عيد ميلادها يوم 2 مارس. طيب ناخد تاني جمله معانا. لما اقول لك tourists like to visit أسوان نقط winter. tourists السياح like to visit أسوان نقط winter. السياح عايز اقول بيحبوا يزوروا أسوان في الشتاء. طيب احنا هنا الشتاء ده ايه؟ موسم. احنا هنا مع المواسم او الفترات الكبيره زي الشهور والسنين والقرون بنستخدم ايه؟ برافو عليكم ان. يبقى الاجابه هتبقى ان. طيب تالت جمله معانا لما اقول لك سبيس او نقط lunch time اللي هو وقت الايه؟ وقت الغداء. I visit my cousins. I visit my cousins. بزور ولاد عمي. طيب احنا قلنا مع اللانش تايم او ميلز تايم عموما بنستخدم ايه؟ برافو عليكم بنستخدم at. كويس جدا. last sentence او last question اخر جمله او اخر سؤال معانا. لما اقول لك I always go to the park. I always go to the park نقط Saturday. انا دايما بروح البارك في ايه؟ Saturday. طب مع الايام قلنا بنستخدم ايه؟ حالين واحده زيها. مع الايام بنستخدم ايه؟ on. مع الايام بنستخدم on. لو حليت كل الاسئله معايا صح اكتب لي في الكومنت عشان اعرف هل انتوا فهمتوا الدرس كويس ولا في حاجه تايهه او اعمل. طيب يا شباب اتمنى لحد دلوقتي يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم وتكونوا فاهمين الجرامر الخاص بيونت 1. كده احنا خدنا اول جزء اللي هو الخاص بالبريبوزيشنز او حروف الجر. خلينا نكمل بقيه الجرامر اللي موجود عندنا في يونت 1، ودلوقتي هنبدا مع بعض في البريزنت سامبل. طيب يا شباب خليني اقول لكم ان احنا لما نيجي نشرح اي زمن في الجرامر محتاجين نعرف اول حاجه الافيرماتيف اللي هو الاثبات، ازاي نكون منه جمله. تاني حاجه النيجاتيف اللي هو النفي، ازاي ننفي الجمله اللي كوناها مثلا. ثالث حاجه ازاي تكون سؤال.
طيب خلينا كده نبدأ واحدة واحدة ونشوف تكوين البريزنت سيمبل ايه. سهل جدا وبسيط زي ما قلت لك، كل اللي محتاجه منك بس تركز معايا ومش هنطول ان شاء الله والفيديو هيكون قصير. طيب اول حاجة تكوينه اللي هو السبجكت، زي ما احنا عارفين طبعا السبجكت اللي هو ايه؟ السبجكت اللي هو الفاعل. يعني ايه الفاعل؟ يعني الشخص اللي بيعمل الحاجة. ممكن يكون اسم شخص عادي او ممكن يكون I اللي هي انا، you اللي هي انت او انتم، he اللي هو معناها هو، she هي it هو او هي الغير العاقل، we نحن أو they اللي هي معناها هم. طيب يبقى كده قلنا السبجكت ممكن يكون اسم شخص أو ضمير من الضمائر دي. طيب تمام جميل جدا. بعد كده بنحط إيه؟ بعد كده التصريف الأول للفعل. التصريف الأول للفعل بس كده؟ بس كده. طب شفت سهل إزاي؟ مفيش أسهل من كده. طيب حلو. طب اديني مثال كده يا مستر. زي ما أجي أقول لك مثلا I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. I اللي هو أنا، drink اللي هو بشرب أو يشرب، coffee قهوة every morning. I drink coffee every morning يعني أنا بشرب قهوة كل صباح أو كل يوم الصبح. يعني تكوينه سهل وبسيط زي ما قلنا subject والتصريف الأول للفعل. طيب خليني أقول لك على نقطة بسيطة كده المفروض أنتوا عارفينها بس هنراجع عليها تاني. طيب لو أنا بتكلم على he أو she أو it وجيت أقول نفس الجملة تاني، طيب إحنا بنضيف للفعل إيه؟ طبعا الناس بتفتكر معايا لأن ده لسه أول إيه؟ أول درس مع بعض. ها بنضيف اس أو اي اس أو اي اي اس. اس أو اي اس أو اي اي اس لو بستخدم he أو she أو it. طب هل يا مستر كده بضيفهم بمزاجي ولا في قاعدة بتحكمني؟ لا طبعا أكيد في قاعدة بتحكمنا، مش بنضيف حاجة بمزاجنا. طيب خلينا نشوف. قلنا مع he أو she أو it بنضيف اس أو اي اس أو اي اي اس. طيب نبدأ بأول حاجة، امتى بقدر أضيف اي اس؟ بضيف اي اس لو الفعل بينتهي، طبعا أنا هنا بضيف اي اس للفعل. طيب نعرف القاعدة دي، خلينا نشوف القاعدة دي بتقول إيه، امتى نضيف اس وامتى نضيف اي اس وامتى نضيف اي اي اس. خلينا نبدأ. أقول لك نضيف اي اس لما يكون الفعل بينتهي اس اس بحرف الاس اس، ساعتها بنضيف اي اس. لو بينتهي باس اتش، لو بينتهي بسي اتش، أو بينتهي باو، أو بينتهي باكس. يبقى تاني اس اس سي اتش اس اتش او اكس، لو بينتهي باي حروف من الاحرف دي ساعتها هنحط اي اس. نحط ايه؟ اي اس. طيب كده عرفنا اول قاعده امتى نضيف اي اس. طب امتى اضيف اي اس؟ بضيف اي اس لو الفعل بينتهي واي بس قبل الواي كونسونانت لتر. يعني ايه كونسونانت لتر؟ يعني حرف ساكن. يعني ايه؟ يعني حرف ساكن. طيب زي ايه مثلا؟ زي كلمه cry اللي هي يبكي، cry سي ار واي. طيب هنا اخر حرف واي واللي قبليها ار ده ساكن ولا متحرك؟ فاول ولا كونسونانت؟ طبعا كونسونانت حرف ساكن. فاذا هنا ايه؟ القاعده بتنطبق عليه. القاعده هنا بنعمل ايه بقى؟ بندروب الواي، يعني بنشيل الواي خالص ونحط اي اي اس. بنعمل ايه؟ بنشيل الواي ونحط اي اس. زي ايه طيب تاني؟ زي try اللي هي يحاول، تي ار واي، برضه بنفس القاعده بتنطبق عليها، اخرها واي وقبل الواي consonant letter اللي هو ايه؟ حرف ساكن. يبقى هنشيل الواي ونحط اي اي اس تبقى ايه؟ tries. اوكي فيري جود. لحد كده تمام يا شباب؟ لحد كده تمام. فاضل كده ايه؟ الاس. نضيف امتى الاس؟ اي حاله تانية بخلاف اللي انا قلتهم ده بنضيف فيها الاس. زي مثلا play تبقى ايه؟ he plays. ايه يا مستر ما انت لسه قايل لنا لو بينتهي بواي بنشيل الواي ونحط اي اي اس. طب تعال نشوف الفعل play بي ال اي واي. طيب اخرها واي. طب قبل الواي ايه؟ حرف الاي. ده كونسوننت ولا فاول؟ ساكن ولا متحرك؟ متحرك طبعا. احنا قايلين القاعده واي وقبل الواي حرف ساكن. اوكي نركز. اوكي يبقى قلنا play هتبقى plays من غير اي اس بس. طيب حلو جدا. يبقى كده عرفنا ازاي نكونه. قلنا السبجكت وبعد كده التصريف الاول للفعل، ولو هي او شو ات بنحط للفعل اس او اي اس او اي اي اس، وخدنا القاعده بتاعتها ازاي، وبعد كده بكمل الجمله عادي. طيب حلو. ناخد تاني نقطه اتفقنا عليها وهي النفي. ازاي انفي؟ طيب لما انا جيت قلت لك من شويه الجمله بتاعتي اللي هي I drink coffee every morning، انا بشرب قهوه كل يوم الصبح. I drink coffee every morning. طيب انا حطيت الجمله دي عايز انفيها، عايز اقول انا مش بشرب قهوه كل يوم الصبح. كل اللي عليك هتعمله تحط do not او don't او does not او doesn't اللي هي على فكره do not اختصارها don't، does not اختصارها doesn't. طيب استخدم دي امتى واستخدم دي امتى؟ توقع معايا كده، اكيد انتوا عارفين بس افتكروا. طيب بستخدم don't مع I و you و we و they، وهي وشي وات بستخدم doesn't. ولكن هنا ركز معايا doesn't حطيتها هرجع الفعل لاصله، مش هحط اس ولا اي اس ولا اي اس تاني.
استخدمت doesn't في النفي مع he وشي وات، ما تجيش تحط لي الفعل في اس او اي اس او اي اس، بشيل منه خالص اي حاجه من دي او اي اضافات وبرجع الفعل الاصلي. زي مثلا لما اقول لك he doesn't drink ولا drinks، انا حطيت doesn't بترجع الفعل الاصلي يبقى drink. he doesn't drink coffee in the morning. he doesn't drink coffee in the morning. حلو جدا. طب عايز اقول الجمله دي على نفسي، I don't ولا doesn't، يعني بتكلم عن نفسي تبقى don't طبعا. I don't drink coffee in the morning. great job شباب، ممتاز جدا. طيب لو عايز اقول الجمله مثلا مع we او they، برضه هي قلنا we او they، حط بعديها don't. we don't drink coffee in the morning. they don't drink coffee in the morning. طب لو she don't ولا doesn't، doesn't، برافو عليكم. she doesn't drink coffee in the morning. برضه هقول لك تاني drink مش drinks، اوكي، لان doesn't بترجع الفعل لاصله. طيب يا شباب، جميل جدا لحد كده. ندخل دلوقتي على ثالث حاجه اتكلمنا عليها وهي السؤال. اقدر اكون سؤال ازاي؟ كل اللي عليك هتعمله هتحط do او does في بدايه الجمله. هتحط ايه؟ do او does في بدايه الجمله. اظن كده انت عارف دلوقتي هتحط امتى do امتى هتحط does. زي ما استخدمنا don't مع I you we و they و doesn't مع he و she و it، ففي السؤال برضه هنستخدم do مع I و you we و they و does مع he و she و it، وبرضه نفس الكلام مع does. هنحط الفعل اللي هيجي في السؤال في المصدر بدون اي اضافات، مفيش اس او اي اس او اي اس. طيب خلينا نشوف كده برضه نفس المثال اللي بنستخدمه عشان ما تتوهش مني. طيب لو عايز اسال عن ايه هما، do they drink coffee in the morning. do they drink coffee in the morning، هل هم بيشربوا قهوه في الصباح؟ طيب عايز اسال مثلا عنك انت، do you drink coffee in the morning. do you drink coffee in the morning. كل اللي عملنا حطينا do وبعدين حطينا الجمله عادي do you drink coffee in the morning. حلو جدا جدا. وده سؤال اجابته yes or no. طيب لو عايز اسال عن هي او شي او ات، قلنا هنستخدم do ولا does. does، والفعل هيبقى في المصدر في اصله زي ما هو. زي ما اجي اقول does he او she drink ولا drinks. drink طبعا. does he او she drink coffee in the morning. does he drink coffee in the morning. حلو جدا. يبقى كده عرفنا في النفي doesn't ما بيجيش بعديها الفعل ليه اي اضافات، و does في السؤال برضو نفس الكلام ما بيجيش بعديها الفعل اي اضافات. طيب كده اتعلمنا الافيرماتيف الاثبات او تكوين الجمله عادي المثبته، وتعلمنا النفي اللي هو النيجاتيف، وتعلمنا دلوقتي السؤال بيس اور نو كويستشن. طيب لو عايز اسال WH question، ايه هو ال WH question؟ اللي هو لما اجي اسال when where why what، الاسئله العاديه اللي اجابتها مش yes or no، اجابتها بتبقى مطوله. ازاي بقى بكون السؤال ده؟ احنا كوننا السؤال في yes or no question، حطينا do او does وبعد كده بقيت الجمله. ودو بستخدمها مع ايه؟ مع I و you و they، وdoes زي ما قلنا he و she و it. حلو ممتاز. طيب لو هنا بقى هسال مثلا ليه، هقول why، يعني نفس الجمله اللي خدناها من شويه اللي هي ايه؟ do you drink coffee in the morning، هل انت بتشرب قهوه في الصباح مثلا. عايز اقول له ليه بتشرب قهوه في الصباح، فاقولها له ازاي؟ هنحط why do you drink coffee in the morning، يعني نفس السؤال اللي كوناه بتاع yes or no، لكن حطينا اداه او الكويستشن word، اداه السؤال اللي هي تبقى why do you drink coffee in the morning. كل اللي عملناه تاني حطينا question word ايا كان بقى ايه هي الكويستشن word، ايا كان why when where ايا كان ايه هي، وبعد كده do you drink coffee in the morning. why do you drink coffee in the morning، ليه بتشرب قهوه في الصباح. تمام. طيب لو هسال عن he او she او it من غير ما اقول طبعا حفظته، استخدم does. يبقى اقول why does he drink coffee in the morning. why does he drink coffee in the morning، ليه هو بيشرب قهوه في الصباح. او why does she drink coffee in the morning، ليه هي بتشرب قهوه في الصباح. حلو جدا يا شباب. ونفس الكلام مع it. ولو هستخدم they او we طبعا انتوا عارفين مش محتاج اكرر تاني، هنا هستخدم do ولا does. هستخدم do طبعا. اوكي very good. طيب يا شباب يبقى كده عرفنا تكوين الجمله الافيرماتيف اللي هو تكوين الجمله المثبته، والنيجاتيف اللي هو النفي، وعرفنا تكوين السؤال سواء yes or no question او اللي هو السؤال العادي. طيب كده عايزين نعرف الزمن ده بقدر استخدمه امتى. يعني احنا عرفنا كل حاجه عنه، طب استخدمه امتى؟ اكيد ليه استخدامات معينه، طبعا ليه استخدامات معينه. ايه هي؟ طيب خليني اقول لك اول حاجه او السبب الاساسي لاستخدام الزمن ده هو مع الهابتس، العادات او الروتين. العادات او الروتين اللي بتعمله حاجه بتعملها بس مش بتعملها دلوقتي، لا انت بتعملها كعاده. زي برضه نفس المثال اللي قلناه I drink coffee in the morning، دي معناها اللي هيسمع الجمله دي هيفهم ايه؟ هيفهم ان دي عاده عندك بتعملها كل يوم الصبح. اما اقول لك I run every day، انا بجري كل يوم او بمارس رياضه الجري كل يوم، دي كده معناها ان انت ده روتين او عاده عندك بتعملها. تمام.
I get up early every day. I get up early every day. أنا كل يوم بصحى بدري. طيب يبقى كده ده بنستخدمه مع العادات أو الروتين، وبرضه ممكن أستخدمه مع الحقائق العلمية. يعني إيه الحقائق العلمية؟ لما أجي أقول لك مثلا water boils at 100 degrees Celsius. water boils at 100 degrees Celsius يعني المية بتغلي عند درجة حرارة 100. دي حقيقة علمية ولا مش حقيقة علمية؟ water boils، وخلي بالك من الاس اللي أنا حطيتها هنا، at 100 degrees Celsius يعني المية بتغلي عند درجة حرارة 100 مئوية. هنا دي حقيقة علمية، فاستخدمنا هنا إيه؟ استخدمنا هنا ال present simple أو المضارع البسيط. كويس جدا. طيب هنا حطينا اس طبعا عشان water، احنا بنتكلم على حاجة غير عاقل. طيب كويس جدا، يبقى كده قلنا بنستخدمه مع الروتين او العادات او بنستخدمه مع الحقائق العلميه. طيب يا مستر بستخدمه مع ايه تاني؟ بستخدم ال present simple مع المواعيد الزمنيه الثابته، وفي الاغلب بتبقى مواعيد رسميه. زي ايه مثلا؟ زي مواعيد القطارات، زي مواعيد طيارات، مواعيد الاتوبيس، مواعيد الحصص، مواعيد الامتحانات. كل الحاجات دي بستخدم معاها ال present simple. يعني مثلا لما اقول لك The train leaves at 7 p.m. The train leaves at 7 p.m. يعني القطر هيغادر أو هيمشي الساعة 7. هنا استخدمت إيه؟ استخدمت present simple وحطيت هنا s. هي دي استخدامات ال present simple اللي علينا. قلنا أول حاجة مع الروتين أو العادات، تاني حاجة مع الحقائق العلمية، تالت حاجة مع المواعيد زي مثلا القطارات أو الطائرات أو مناسبات مثلا، أو برضو بنستخدمه مع الامتحانات والحصص ومواعيد العمل والبرامج التلفزيونية. طيب حلو جدا لحد كده. أظن كده إحنا غطينا كل حاجة تتعلق بال present simple. فاضل بس نحل عليه كام question كده أو كام سؤال عشان نثبت المعلومات. وطبعا مش محتاج أقول لك قبل ما نبدأ في الحل لازم تكون مذاكر، علشان لما تيجي تحل تبقى بتطبق على اللي أنت ذاكرته. فطبعا خد وقتك خالص واتفرج على الفيديو مرة واثنين وثلاثة براحتك، وبعد كده جيب الدقيقة دي عشان نقدر نحل مع بعض. طيب يا شباب خلينا نبدأ بأول سؤال معانا. لو جيت قلت لك do you ونقط space football do you نقط في بين قوسين زي ما انت شايف كده likes. طيب هنا هتبقى ايه التعديل بتاعها؟ احنا هنا الكلمة او الفعل اللي بين قوسين ده عايز احطه بصورة صحيحة في الجملة بحيث تبقى مبنية صح. طيب do you ونقط وبين قوسين likes football. انت بتحب كرة القدم؟ عايز اسأله هل انت بتحب كرة القدم؟ طيب هتبقى ايه؟ انا هنا بتكلم عن ايه؟ you، فطبعا مفيش اس هضيفها خالص. وحتى لو بتكلم عن هي او شيء او ات وبسأل بدز برضه مفيش اس، فالاجابة هتبقى like. يبقى do you like football؟ كويس جدا. طيب تاني سؤال معانا. لو جيت قلت لك the train بعد كده نقط وبين قوسين arrive at 7 p.m. لسه واخدينها من شوية. the train بين قوسين كده arrive at 7 p.m. طيب التصحيح بتاعها هيبقى ايه؟ طبعا هيبقى arrives. the train فتبقى arrives، ضفنا s للفعل. طيب حلو. طيب نمبر 3 معانا. لما اجي اقول لك what time وبين قوسين do the first lesson start. what time do بين قوسين the first lesson start. يعني عايز اسأل امتى الدرس الأول هيبدأ. امتى الدرس الأول هيبدأ. طب هنا احنا قلنا what time do، أنا بتكلم what time بتكلم على إيه؟ الفيرست lesson ده إيه؟ singular. طب هستخدم معاه إيه؟ does. طبعا هتبقى التصحيح بتاعها what time does the first lesson start. جميل جدا. طيب last question آخر سؤال معانا. لما أقول my friend and I، my friend and I صاحبي وأنا أو صديقي وأنا not we go ده بين قوسين out on Saturday. ما بنخرجش، عايز اقول ما بنخرجش يوم السبت. انا وصاحبي مش بنخرج يوم السبت. طيب حاطط لك بين قوسين not we go، يعني عايز اقول ايه؟ ما بنروحش او ما بنخرجش. هقولها ازاي؟ طبعا don't go. ليه don't go؟ لان بتكلم عن جمع اللي هو انا وصديقي او صديقي وانا، احنا هنا اتنين يعني بتكلم عن جمع. my friend and I don't go out on Saturday. ما بنخرجش بره يوم السبت. طيب يا شباب لحد كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا كل حاجة تتعلق بالpresent simple المضارع البسيط المخصصة ليك أو المقررة عليك. وبإذن الله انتظروني في فيديوهات جديدة جاية علشان نراجع ونحل مع بعض ونشرح باقي المنهج. شكرا جدا ليكم وأتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.